السلام عليكم، وياكم أخوكم أحمد. اليوم حابب أحكي عن موضوع إضاءة حوض أسماك الزينة. طبعا يوجد بالسوق عدة أنواع من الإضاءة، كل واحد إلى غرض معين. مبدئيا وحدة قياس الضوء يسمونها الكلفن، هاي من 2000 وتصعد. احنا اللي يهمنا بالاحواض مال الزينه من 2800 وصاعد. 2800 كل ما قل الرقم كل ما كان الاضاءه تميل الى الاصفر، يعني تكون كاشعه الشمس. كل ما زاد مبدئيا الفاصل، هو الحد الفاصل هو 4200. اللي يزيد عن هذا الرقم راح يكون يزيد البياض مالته، يصير ابيض ثلجي. مثلا هسه هذا كمثال، هذا من شركة GBL الماني، هذا يسمونه مارين داي، يعني الاسماك البحرية سولار. ايش قد هنا احنا من نريد نشتري ضوء لازم ننتبه لعدة نقاط. اهم نقطة هي الكلفن، وحدة قياس الضوء مالته. هسه مثلا هذا 15000 كل الزين، انا قلت 2000 مبدئيا و800 هو يكون يعني اقل شيء، وانت صاعد كل ما صعد كل ما احسن، كل ما زادت القوة مال الضوء. فهسه هذا 15000 جدا جدا قوي، وهو معروف يعني من اسمه مارين، مخصص للمياه البحرية. طبعا هذا يساعد على نمو الشعب المرجانية مثل ما جاي تشوفون، وكذلك الانفرتبرا الفقريات الأخرى مثلا. فهذا هو المارين داي. نقطة أخرى أيضا ننظر لها اللي هي الواط، إيش قد واط بيه. كل ما زاد الواط كل ما زاد استهلاك الطاقة الكهربائية، وكل ما زادت القوة مالته. مثل ما تعرفون طبعا الطيف الضوئي السبكترم ينقسم إلى عدة أطوال موجية. الطول الموجي مثل ما هنا هذا مبين بالرسم مالته، ما أعرف إذا أحس أتوقع واضح. مبدئيا من 300 إلى 800. طبعا كل ما زاد الرقم راح يتغير اللون ويا الطول الموجي مالته. مثلا ال 400 نانو متر وحدة قياسه، الطول مال الموجي مالته راح يصير إذا بال400 مثلا 400 نانو متر، الطول مالته يصير لونه بينك يسمونه هيك، يعني وردي مثل الوردي. إذا مثلا صار بال500 يصير سماعي، إذا صار بال600 يصير أصفر، إذا بال700 يصير أحمر، وهو أطول واحد بالطيف الضوئي، وبالتالي يستخدم بإشارات المرور مثلا بالليزر بغيرها، لأنه يكون الطول موجي كلش عالي مالته. مثلا بالبريك مال السيارة ليش يخلون الأحمر، ليش مو الأزرق، ليش مو مثلا غير اللون؟ لأنه الطول يكون كلش عالي مالته، يعني يمتد المسافة طويلة. هاي الشغلة. ايضا مثلا امر اخر، هسه هنا انا موضح لكم الكلفن مثلا، يعني هذا منطيكم مثال على هاي الشركة. هاي شركة اخرى اسمها مارين جلو، يعني هذا طبعا ضوء ازرق، اني اخذته وبعدين اقول لكم ليش شنو السبب. فهنا أنا مثلا يقول لك 2800 يقول لك هنا، يعني هذا قلت لكم اقل شيء احنا نستخدمه باحواض الزينه. طبعا اكو اقل من عندنا بس ما يناسبنا، يكون كلش اصفر ولونه جدا غير محبب. 4200 هو اقل شيء نقبل به، ويكون اللون مالته يعني قريب على ضوء الشمس. 6700 يكون بيه شويه زرق. 8000 كي هذا انواع. هنا الازرق يعني هذا 8000 يعني كي 8 يعني 18000 كلفن، وكلش يكون قوي جدا قوي. طبعا رائع هذا الشيء. طبعا كل ما زاد هو حسب يعني يزيد القوة مالته، وبنفس الوقت يزيد نمو الطحالب اذا زاد الكي مالته والواط. ايضا نقطة اخرى حابب احكي عليها، يعني مثلا من واحد يريد يشتري نبات، يعني ضوء للنباتات، لازم يجيب القوة مالته الكي عالية والواط مالته عالية. مثلا اذا ما يريد يحبب، يعني ما يريد يساعد بنمو الطحالب بالحوض،
لازم يجيب مو كلش قوي، يعني وسط، يعني مو يجيب 15,000 أو 18,000، مثلا 6,000 7,000 وهكذا. النقطة أخرى أنا أحب أقولها، مثل ما شفتوا بالبداية أنا قلت لكم اشتريت هذا الأزرق. ليش هذا اشتريت الأزرق؟ لأنه هذا أنا استخدم ضوئين، الضوء البعيد الورا أخلي به هذا الضوء الأزرق، يعني قريب على الباك جراوند مال الحوض، الخلفية مال الحوض، وأخلي ضوء آخر أبيض قريب على الواجهة مال الحوض. طبعا هذا ينطي فد يعني انعكاس جدا حلو، ولون الأسماك يطلع بشكل رائع إذا تخلي هاي الكومبينيشن، يعني تمزج المزيج بين البلو اللي هو الأزرق وبين الوايت اللي هو الأبيض، تخلي الأزرق بالخلفية والأبيض بالأمام، راح ينطيك ألوان جدا رائعة للأسماك. أتمنى أكون فدتكم، وأني أشكر مشاهدتكم.